السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. بلا ما نطول عليكم فيديو ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم البلبوله بلا حليب بلا مطيشه. نتوكلوا على الله. خديت هنا واحد زلافه تقريبا صغيره ديال البلبوله مع نصف كاس من الزيت، بصله وحده اللي حكيتها مع جوج ديال الفصوص ديال الثوم حتى هما كذلك محكوكين، القليل من الملح، راس معلقه ديال الابزار، حبر شاد، الحلبه. هنا الحبر الشاد والحلبه كتبقى الكميه اختياريه، القليل جدا من الزعتر وورقه سيدنا موسى اولا ورق الغار. بالنسبه للزعتر غادي نضيفو حتى نقرب نطفي على البلبوله ديالي تقريبا بشي 10 دقائق عاد غادي نضيفو. خليكم مع طريقه التحضير. في الكوكوط ديالنا غادي ندير هاد الزيت، غير زيت الزيتون فقط، وغادي نضيف الثوم مع البصل. غنضيف ايضا الحلبه مع حبر الشاد والملح والبزار. اللي ما كيبغيش الحلبه تعطي ريحتها بزاف يضيفها حتى تقرب طيب البلبوله ديالو. انا غادي نضيفها دابا لان الكميه ما درتش بزاف، واخا تعطي الريحه ما غاديش تعطيها بواحد الجهد اللي قوي. هنا غنضيف البلبوله ديالنا مع وريقات سيدنا موسى، بخصوص الزعتر غادي نخليه حتى تقرب طيب ليا البلبوله ديالي، وغادي نضيفو غنرجعها تيتشحر ان شاء الله ونمرق ونسد عليها. وهذه البنات هي البلبوله ديالنا من بعد ما تشحرات. انا هنا راني شفتها غتحرق لي وضفت ليها القليل فقط من الماء وخليتها كامله التشحر ديالها تقريبا واحد نصف كاس. شوفوا تبارك الله راه كتجي رائعه جدا. ودابا غادي نضيف ليها الماء اللي غطيب فيه وغادي نسد عليها وندير الصفاره ونخليها حتى طيب ونرجع معكم طريقه التقديم ان شاء الله. الا وصلتي حتى لهنا خلي معك ابوني ولايك باش يبقى يوصلك كل جديد. انتما من بعد ما طابت البلبوله ديالي غادي نضيف ليها الزعتر ونخليها تقريبا واحد 10 دقائق ونطفي عليها. وهذه هي البلبوله ديالنا من بعد ما طابت. كنقول لكم الصحه والراحه، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.